مساء الفل عليكم واهلا وسهلا باجمل ناس في الدنيا. معاكم برنامج جيب جول مع مصطفى خليفه. قبل ما نبدا بس سريعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للحلقه. عندنا النهارده خبرين مهمين جدا، خلينا نبدا بيهم على الصعيد المصري والكره المصريه الجميله بتاعتنا يعني. اول خبر بيقول ان نادي الزمالك نزل بيان من شويه ان هينسحب من ماتش السوبر، وانا الصراحه مستغرب الخبر ده. وطبعا كان في مناوشات الفتره اللي فاتت عن ان النادي الزمالك هيعتذر عن الماتش وكده، وهم قالوا ان هم مش هيسافروا. وفي اخبار بتقول ان النادي الاهلي مستني بيان رسمي من نادي الزمالك عشان يشوفوا هيعملوا ايه او هيتحركوا ازاي الفتره الجايه. وغالبا في كلام بيقول ان بيراميدز هي اللي هتلعب الماتش مكان نادي الزمالك. ده كان اول خبر. الخبر الثاني وده هيظهر لكم يعني على صفحتنا ان خلاص انتهت لجنه استئناف بتاعت التظلمات برئاسه السيد المستشار عادل الشرباجي. من الاخر يعني ان الاستئناف وقف نظر الاستئناف الاربعه، كذلك القرارات المطعون عليها الصادره من قبل لجنه الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد لها جلسه 14/5 بالنسبه لكهربا، ان كهربا هيلعب عادي لغايه اما تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل. فحوارات دايره والواحد مش بقاش فاهم اي حاجه في اي حاجه. حلقتنا النهارده تتكلم عن الحصاد اللي حصل من يوم الجمعه والسبت والحد من الماتشات، سواء بقى الدوري الاسباني او الدوري الانجليزي، دوري ابطال افريقيا. خلينا ناخد سريعا كده الدوري الاسباني واللي بيحصل في الدوري الاسباني. طبعا برشلونه الاول على الدوري دلوقتي 79 نقطه، وبعديها ريال مدريد ب 68 نقطه، يعتبر الفرق قريب بين اتلتيكو مدريد الثالث 66 نقطه. تمام. في تعليق كده بسيط بالنسبه لنادي برشلونه سريعا. في خبر طلع من جوه كان حد يعني عضو مجلس اداره الشيوخ في نادي برشلونه. اخبار بتقول ان عضو السابق في مجلس الشيوخ لنادي برشلونه هو خاومي يوبس، حيث اكد ان استعاده نادي برشلونه لميسي عشان الراتب بتاعه، وده هيأثر على النادي في الظروف السيئه اللي النادي فيها دلوقتي بالنسبه للاحوال الماديه. تمام. قبل ما نطلع من الدوري الاسباني في نقطه كده نتكلم عنها. الواحد زعلان عن نشوف فالنسيا في المركز ال17 ب 33 نقطه، الفرق ما بينه وما بينهم بين ال 18 و 19 اللي هي درجه الهبوط 31 نقطه، فرق النقطتين يعتبر يعني فالنسيا قدامها حوالي من 4 ل 6 ماتشات، خطر كبير جدا، ودي هتبقى مشكله كبيره. ايه اللي حصل للخفافيش؟ خلينا نبقى نشوف، وممكن نبقى نعمل حلقه عن فالنسيا وربنا يسترها عليهم يعني وكده. طبعا الواحد زعلان برضو على اسبانيول، المنافس القوي، كان على طول منافس قوي في الدوري الاسباني، ان هم في مرحله الهبوط، وغالبا يعني بنسبه كبيره هيهبطوا، الا ما نشوف بقى الميريا هتعمل ايه او فالنسيا او ريال بلد الوليد يعني. خلينا نروح برضو سريعا للدوري الايطالي. يعني بنسبه كبيره نابولي حسمت الدوري، كله هيبان بقى الاسبوع ده واللي جاي، خلاص الدوريات بتخلص، الموسم بيخلص. نابولي الاول على الدوري ب 79 نقطه، والمنافس اللي بعديها لاتسيو، واللي بفاجاه كبيره ان هي تعدي يوفنتوس وانتر والميلان ب 61 نقطه. لاتسيو السنه دي بتقدم موسم قوي جدا وكبير، والميلان في صراع كبير مع الانتر. الاثنين، ميلان المركز الخامس وانترناسيونال المركز الرابع، الاثنين نفس عدد النقط 57 بس طبعا فرق المواجهات المباشره او فرق المواجهات يعني انتر كسبانه 18 ماتش والميلان كسبان 16. وطبعا الثالث يوفنتوس فرق 60 فرق حوالي 3 نقاط بينه وبين الرابع، وهي 60 نقطه، والثاني 61 نقطه. ففي صراع كبير في الدوري الايطالي، وبرضو الاول فرق كبير يعني. خلينا نروح سريعا للدوري الالماني، الدوري اللي اول مره منذ سنين يبقى فيه المنافسه الكبيره دي على المركز الاول، او المراكز كلها يعتبر قريبه من بعض. نتكلم من اول بايرن ميونخ بقى المركز الاول الاسبوع اللي فات ب 62 نقطه، بعديه بروسيا دورتموند فرق نقطه ما بينهم 61 نقطه، ويونيون برلين اللي عامله موسمين ولا اروع من ساعه ما ظهرت على الساحه وطلعت للدوري الدرجه الاولى، فرق المركز الثالث فرق حوالي بينها وبين الاول 5 نقط. يعني هي دلوقتي معها 56 نقطه، وفرايبراج الرابع 56 نقطه، ولايسبخ الخامس 54 نقطه، وباير ليفركوزن 48 نقطه. في منافسه كبيره، شايفين كل الارقام قريبه من بعض، ودي
يعني ظاهره جديده اول مره تظهر في الدوري الالماني. نروح بقى سريعا للدوري الكبار، الدوري الانجليزي اللي يعتبر من اقوى دوريات في العالم، او هو اقوى دوري في العالم. مانشستر سيتي طبعا احتلت الصداره 76 نقطه، ولسه ليها ماتش متاجل، وبعد صراع كبير بينه وبين ارسنال. يا ترى بس اللي هيحصل الفتره الجايه لسه مش عارفين. وارسنال دلوقتي المركز الثاني ب 75 نقطه، وبعديهم نيوكاسل 65، والصراع الكبير ما بين نيوكاسل ومانشستر يونايتد 63 نقطه. وغالبا خلاص مانشستر يعتبر ضمنت الشامبيونز ليج السنه الجايه، وحسره كبيره من جماهير ليفربول ان هي غالبا مش هتلحق الشامبيونز ليج السنه الجايه. بس مفيش حاجه مستحيله في الكوره يعني. مانشستر ليفربول دلوقتي 56 نقطه، وتوتنهام 54 نقطه. طبعا كان ماتش تحفه، ماتش ليفربول وتوتنهام كان ماتش قوي جدا، ومحدش كان يتوقع ان ليفربول هتقدر تجيب الرابع في ثانيه في اخر الماتش. ويعني صعب علينا ريتشارلسون لما احتفل، ويعني كنت اغفله من الاخر يعني، هي تغفيله الصراحه يعني. بالنسبه لماتش مانشستر سيتي وفولهام، ماتش كان كبير، كان ماتش متواضع. بدأنا نشوف ان السيتي في اخر الماتش بدأت تلعب على ان هي تقفل الدفاع، بتلعب بواقعيه. اللعيبه حست ان هي مش هتبذل مجهود قوي جدا، لان فولهام كان فيه انتفاضه كبيره منها على السيتي، ده كان ممكن يأثر على مانشستر سيتي، يخش فيها جول او حاجه او يتعادلوا، فهم لعبوا يعتبر على السيف سايد يعني. بس ودي كانت اهم نقاط اليومين اللي فاتوا دول والفتره اللي فاتت. خلينا بس نتكلم على نقطه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي. في ناس كتير طلعت اشادت بكولر وكانت مبسوطه من الاداء الدفاعي اللي كولر عمله. بالنسبه للاداء الدفاعي اللي كولر كان عامله، وناس طلعت قالت ان طب احنا دافعنا فين الهجوم والمرتدات اللي المفروض بتتلعب والكلام ده كله. خلينا نكون واقعيين شويه. احنا لو اتكلمنا في نقطه ان لو الرجاء كان جاب جول، تمام، في ناس طلعت قالت ما كناش هنعرف نتعادل وكان الماتش هيبوظ وكده. ايام موسيماني كان نفس الماتش، اعتقد كان برضو الرجاء جابت جون فينا واحنا قدرنا نتعادل، وكان موسيماني بيلعب بنفس الخطه ونفس الخطه ونفس الفكر، انه قال لك هروح هناك ادافع واقفل الدنيا ولو حصل حاجه نبدا نهاجم. هو نفس يعني، فاحنا ما ينفعش نفترض افتراضات. هو ممكن كان الجون يجي والاهلي طبعا انا كنت متضايق ان الاهلي ما كانش فيه هجمات منظمه قوي، كان بحس ان بياخدوا الكوره عايزين يخلصوا منها على طول وكده. بس احنا ما كناش نعرف ايه اللي هيحصل. كان ممكن الرجاء يجيب جون والاهلي ممكن يتعادل وممكن يجيب الثاني. ليه؟ لان احنا حسينا برده في نص الماتش كده ان في مساحات مفتوحه، لعيبه الرجاء ما كانتش مركزه. انا شايف ان لعيبه الرجاء الماتش الاول ربع ساعه في الماتش هنا في مصر كان عامله ماتش عالمي احسن من الماتش اللي بتلعب في الرجاء وسط جمهورها وكده. طبعا الضغط كل ما الوقت بيعدي الضغط بيزيد وكده. بس ودي كانت اهم اخبار اليومين اللي فاتوا دول والنتائج وكده. ان شاء الله هنشوف اللي هيحصل في ماتش السوبر اللي جاي بين الاهلي والزمالك. لحد دلوقتي الزمالك اعلن ان هو انسحب، بس على السوشيال ميديا لسه ما فيش بيان رسمي. خلينا نشوف وجيب جول مع مصطفى خليفه. سلام.